يا صباح الورد والفل والياسمين لأحلى متابعين ومشاهدين. يسعد لي أيامكم وأوقاتكم، وخصيصا لعشاق الشتي. اشتقنا لصوت المطر، اشتقنا للبرد، اشتقنا للسقعة، اشتقنا للشتي. تحمصنا بهالصيف عن جد، خاصة اسطنبول جو شوب. يا ربي دخيلك الله يلطف فينا. سؤال ومحيرني، انتو عشاق الصيف شو بتحبوا بالصيف؟ فهموني شو بتحبوا؟ انكم تتحمصوا يعني بالدنيا قبل الآخرة؟ والله العظيم يا صبايا ما بعرف شلون هي تقضي هالصيفية. على فكرة أنا من عشاق الشتي، بحب البرد، بحب المطر، بحب التلج، بحب هيك أرمد من البرد ولا أتحمص بالشو. الحمد لله على كل حال. يا صبايا اليوم فقت بكير، بنت عمو لزوجي دقت لي امبارحة بالليل، عزمتني على الفطور ومشتاقة لبنتي لأنه هي عندها 3 4 أولاد صعب تطلع من البيت. رحت طبعا من الساعة 8:30 إني بفطر الأتراك، رحت طبعا للساعة 9 فطرنا. والله وجوزي اليوم دوامه اليوم السبت، يعني بيشتغل نص دوام، بقى بينصرف على بكير، يعني دوامه للساعة 12:30 1. يا صبايا بهالوقت دقيت لزوجي قلت له بس انصرفت تعا خدني. طبعا اجا اخدني ورحنا اشترينا كم غرض. من هديك المرة توبت عن جد، ما عاد إلي قلب أطلع هيك أشتري كم غرض، لأنه الأسعار نار. يعني مهما كان معك مصاري بس ما بتسخيه. بس سبحان الله لما بتكوني مع زوجك بتفتحيها، بتشتري كل شيء وبتفتحيها بتشتريه. اي والله. يا صبايا صحيح سكروا البازارات، ما ضل في بازارات بالشوارع. انا زعلانه كتير على رفقاتي انه روح قلبهم يروحوا على البازارات، بس انا على فكره ولا مره رحت على البازار غير مره ومدري مرتين من شي 5 6 سنين. بس من وقت ما تزوجت زوجي ممنوع أروح على البازارات، ما بيحب. سبحان الله، كل مين رب العالمين خلق له عقل. بقى كل مشترياتي بشتريها من المولات، انتو بتعرفون جماعة تركيا. وبهالوقت جوزي جاع، انه اجا الساعة تقريبا 1 وجوعان. قلت له قلي لك بيض اعمل لك؟ قال لي لا. وشاف الاندومي، عملت له اندومي بكريمة كتير طيبة. ها على فكرة الاندومي بكريمة مع هم جبنة يعني اللي بتحبوها واللي بترغبوا له. وبهالفترة طبعا دوشت بنتي شوي لحتى تاخد دوش بارد تنام وترتاح شوي. وعملت كيك عهيت بسرعة يعني. وكنت جايبة معي قهوة مطحونة طحن تازة، لو تشموا ريحتها سخنة لسه الكيس. اي والله عملت هيك فنجانين الي ولزوجي نشربهم برواق، لانه قلت لكم دوشت بنتي علي وسلامة قلبها من الشوب بتتعب واسنانها. والله العظيم احترت مع هالبنت شو اعمل معها. عطيتها بصل اخضر، عطيتها تلج، عطيتها كل شي، بس ما عم ترتاح. تعرفوا طفلة واسنانها بتطلع. بقلت بشرب فنجان قهوة سخن. والله يا صبايا فنجان قهوة ولا أطيب منه. مع أني أنا الدكتور حماني عن القهوة وقال لي ممنوع تشربي قهوة إلا كل يومين فنجان، بس أني مستحيل عم بشرب ركوتين بالنهار. ما عم بقدر استغني عن القهوة. أو شو القهوة بتمرض، والله البشر هي اللي بتمرض مو القهوة. الحمد لله على كل حال. وهالفترة أنا طبعا صبيت قهوتي وما شربت الفنجان لسه. قلت بروح بتبل الفروج بسرعة، بنقع الفروج مع تبلته وبرجع. لأني أنا جبت الفروج ما كانت يعني متبلته قبل نهار، جبته فورا يعني. نقعته تقريبا شي ساعة ونص ساعتين بالخل، وهلأ بدي تبله بسرعة. هلا أنا بحب القهوة باردة ولا سخنة. هلا في عالم إذا برد الفنجان قهوة ما بيحبوه، أنا القهوة بحبها باردة سخنة بايتة تازة، مهم قهوة بهيل بلا هيل. لأني خاصة إذا كان يومك فايقة متبكير وتعبانة. انتوا خبروني شو بتتبلوا بالفروج، شو بتحبوا تحطوا تبلة، شو بتساووا؟ انا حطيت بس لبن ودبس فليفلة. اذا حطيت دبس بندورة ما بحط دبس فليفلة، وطبعا بهاراتها. وبحب كتير زنجبيل بالفروج، وبحط زعتر يابس شوية نتفة رقعة هيك يعني، لانه بيت حماي بيحبوا هالشي. اي والله هون الخل الفروج نقعته يعني تقريبا شي ساعة ونص ساعتين بالخل. وقشرت البطاطا. وبحب أنا أعمل فروج مو بس فروج وبطاطا سادة، بحب اشفي عندي خضرة أضيفها. بروكلي، جزر، شو بتحبوا، قرنبيط، بصل، فلفلة خضرة، فلفلة حمرة، يعني الجود بالموجود. والله وكيلكن يا صبايا، يعني ما تشوفوني هيك مقطع صغير. بس بهالفترة رحت كويت، عندي كويات، عندي قمصان يعني لجوزي وبناطرين، عندي إشاربات. اي والله ونشرت وجبتين غسيل، وقمت وجوه القلاطي كمان رجعت غسلتهم. استغليت الفرصة بنتي نايمة. الحمد لله على كل حال. وشوفت عينكم اني انا دائما اي شيء
عندي قنينة بخاخ بحط تقريبا بعصر ليمونة وفنجان خل، ودائما يعني بحتفظ فيها وبخ المرامر وبنظفن عشان الزفر روايح هيك شي يعني، وهالحالة الحشرات ما بتجي. هون زوجي حط راسه ونام، تعب كمان اتدوش وحط راسه ونام لأنه هون بنتي فائت. فعملت فنجان نسكافيه بهالفترة وصليت العصر وعبست مع سورة البقرة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يا صبايا هون خلصت سورة البقرة لأنه تقريبا شي ساعتين وشوي، وهون طبعا كنت حاطة الفروج بالفرن يعني الحمد لله كل شوي أشق عليه، وخلصت فنجان نسكافيه شربته الحمد لله على كل حال. أنا بقرأ سورة البقرة مع مشغلة بسمعه وبرجع بنطق وراها، لأنه أحيانا ما بقدر أمسك المصحف وأقرأ بصراحة، فقهيت على اليوتيوب بسمعها وبنفس الوقت بسمع بتجويد بالشكل الصحيح يعني الحمد لله على كل حال. وهون الصينية طلع بتشهي والله وريحتها بتشق الراس. صبيت صحني، أنا هذا هو صحني بدي لكم يعني، هذا هيك مقدار أكلي: 4 حبات بطاطا وقرنين فليفلة وجناح وقطعة من الصدر، أكتر من هيك ما باكل يعني يا صبايا. وخبز ما بحط، مو في بطاطا وصدر دجاج أو يعني فروج، هو بروتين يعني مليان الحمد لله على كل حال. أحيانا إذا كنت عاملة مثلا جزر بروكلي باكل. ممكن أصحاب معهم غدة أو الهرمونات كتير بتعذبوا لأنه بسمنوا حتى لو ما أكلوا. الله يفرج همنا إلهي ونرتاح نحن أصحاب اللي بنسمن من الهوا، أنه جسمنا قابل للصحة، حتى لو إذا وحدة ضحكت خلص بدها تسمن. والله إذا طلعت مشوار انبسطت فيه بسمن أنا الحمد لله على كل حال. وغيرنا بياكل الأخضر واليابس بضلوا نحاف، وبنقال عليهم سلامة روحهم شقدن نحاف. نحن مظلومين هدول أصحاب البدانة على الفاضي. يا صبايا انتو خبروني شو عم تعملوا، شلون ايامكن، شلون روتينكن، شو طبخاتكن مفضل عليكن، كيف بتحبوا تتبلوا دجاج، شو اكتر اكلات بتحبوها. انا الكيك بصراحة يمكن تنتبهوا ما بقطعه بالبيت، لانه اولا هو مغذي، تاني شغلة كتير ببعته مع جوزي يعني هو يعني فيكن تقولوا وجبة افطار لزوجي بعمله، عرفتوا. واذا اجى عندي ضيف فجأة هيك يعني، اذا انتبهتوا ضيوفي كتار فورا بيكون كيك موجود وحاضر. اكتر من اكلات اللي فيها الشربات اللي بيكون فيها قطر، هديك كتير بتأذي يعني، ما فيني اعملها كل يوم. الكيك بيضل اخف ومغذي، فيه بيض فيه لبن فيه زيت الحمد لله على كل حال. رشاكلي رح اكل الصحن قدامكم والله. وهلا صرت باخر يعني خلصنا غدا، طبعا عملت لبن وعيران وسلطة، ايه، وعملت كاسة شاي بالقرفة والقرنفل، يا مطيبة. يعني هي مفيدة خاصة إذا واحد مثلا بيعاني مثلا أمعاء أو شي يا صبايا. وهلا هيك الكيك طلع أنجح من هيك ما في. انتو أهم شي ما تقصوه هو سخن، أنا قصيته لأني بحاجة للصينية. وزينوه فورا، الكيك بتزين هو سخن لحتى تثبت عليه التزيين. أنا زينته بجوز الهند والزبيب، يعني بحب كتير الزبيب وكتير مفيد. ايه يا صبايا، وهلا صرنا تقريبا بنهاية الفيديو، بدي لكم لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، واعطوني رأيكم يعني بتحبوا يكون الفيديو طويل أم قصير، وشو أكتر أكلات بتحبوها، شو رأيكم يعني، اعطوني هيك رأيكم، احكوا ليش هيك دايما بتشاهدوا الفيديو على الصامت. ايه والله. هاي كسرت بطيخة طلعت عسل مثل قلبكم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. بحمى الرحمن.